عند زيارتها قد تعتقد من الوهلة الأولى أن الزمن قد توقف، أو أنك أنت من عدت بالزمن للوراء. إبل تقطع الطريق وآخر يمتطي حصان. الناس ما زالت تطهو على الحطب ورمال تغطي الطريق، ولكن هي مدينة جمعت بين أصالة تاريخها وحداثة هذا العصر، يتقاطع فيها الزمن في كل مكان. قصور شيدت من القرن ال17، وأخرى شيدت في هذا الزمان وفتحت أبوابها للسياح. أسواق شعبية وأخرى مجهزة بأحدث التجهيزات. أسواق صيفية على شاطئ تحت جرف صخري يحبذه من هم يبحثون عن الهدوء، وآخر يفضله الجيل الحديث ومحبي الصخب وعشاق الألعاب المائية. كل هذا في مدينة واحدة بالجنوب التونسي، تعداد سكانها يقارب النصف مليون نسمة. فضلها العديد من السياح بسبب ثراء طبيعتها الجغرافية. نخيل بين الجبال وجبال يعلوها قصور. إن كنت من محبي الشواطئ، أو إن كنت تبحث عن العزلة بين الجبال، فلن تمل من المكوث فيها.